قال لي كاين ابطال على برا، كاين تشاك نوريس ذاك الامريكاني، كاين فان دام اللي واكل العظام، وكاين السوفياتي اللي ذاك العقرب هنا. انا اليوم ندير لكم التكتيك ديال فان دام. اللي بغى يتريني نوريه كيفاش يتريني. على نطرين قرب على نطرين. تقعد راسك بهمك، تقعد راسك بهمك، ما كتهدرش راسك. التراكسي كاين التراكسي هذا، كاين واحد التراكسي خرج هو وشوف باش تقدم هادو، تقدم العضلات هي كالخوف. الجزائر قوة ضاربة، العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين. العالم كله عارفها باللي قوة جهوية، باللي قوة تجيب السلام في المنطقة. الجزائر هي أقوى دولة في المنطقة. دائما الادعاء بالقوة سببه الضعف والإحباط، أما اللي قوي راه قوي، ما يحتاجش يخرج ويقول للناس راني قوي. شكون حنا؟ معاش اللي ما عرفناش. حنا شعب لا تاريخ ولا ماضي، وعودنا ريح وكلامنا فاضي. نملاو الدنيا صراخ على بلوطة وتكلاخ، ونسكتو كي يجوع الفلاح ويتغونوا الناس الملاح. ما عندنا أدب ولا معرفة، حياتنا بلا عنوان ولا صفة. سياسي يكذب، برلماني يكذب، وزير يكذب، الصحفي يكذب. شكون حنا؟ حنا اللي حكمتنا كاسكيطة ورا كاسكيطة، أقصى حلمنا سكنة ومرميطة. ما عندنا مدرسة ولا جامعة ولا مستشفى، ما عندنا حدائق ولا فنادق، ما عندنا حرية ولا تعبير، كلش خسارة وتبربير. حنا أولاد بلا بلاد وشعب بلا وطن، حنا حفنة أكاذيب، حنا تاريخ بطولات وهمية، حنا سلسلة اغتيالات وانقلابات، حنا اقتصاد الحاويات وليزافيرات متاع ليزافيرات، حنا الزيرو وفرات. شكون حنا؟ حنا حلمات نهار زاد. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشرحوا فيه المعضله اللي كيعانيو منها الجزائريين. مثلا علاش الجزائري ديما كيدعي بالقوه، وعلاش الجزائريين عدائيين، وكذلك علاش الجزائري ديما كيحس باللي كلشي كيتامر عليه وكلشي حقرون. في هذا الفيديو تعمدت نجيب فيديوهات من عندهم لجزائريين من قلب الجزائر كيشرحوا لنا هذه المعضله اللي كيعانيو منها، فنخليكم مع الفيديو. الاستقلال ما قدمتش الجزائر ما بعد الاستقلال انجازات اللي تربطوا بالهويه تاعو ويفتخر بها، وبالتالي الضعف الحاصل في المجتمع لابد انه عنده ثمن. هذا الثمن يولي الجزائر يحوس على هويه فرعيه يتفاوض بها، لانه هناك مشكله ثقافيه، لان هناك مشكله ثقافيه انجبت الشعور بالدونيه، انجبت مركب نقص لدى الجزائريين. اي هويه لأي مجتمع مرتبطة بمعالمه وأعلامه، وهو ما دفعنا للبحث في الإشكالات الهوياتية المطروحة في مجتمعنا اليوم، وبالتحديد تلك التي يحتدم حولها النقاش سواء في الأوساط الشعبية أو النخبوية، وحتى لدى الطبقة السياسية في بعض الأحيان. أنت تلاحظ أن النواب في تونس عندهم لباس محلي، أنت تلاحظ أن النواب في المغرب عندهم البرنوس المعروف، أنت تلاحظ أن النواب في المغرب عندهم البرنوس المعروف. وتأثرت هويتنا كثيرا لأن هناك مشكلة ثقافية أنجبت الشعور بالدونية، أنجبت مركب نقص لدى الجزائريين. طبيعي جدا انك تلبس اللبسه تاع الغالب، لانه ماشي انت تصنعها، صافي الرمزيه القيمه ماشي انت تصنعها، المعنى ماشي انت تصنعه، انت مجتمع مستهلك لثقافه الاخرين، انت مجتمع مستهلك لثقافه الاخرين. انه الجزائري ماهوش يعبر على الهويه الام على اساس شنو؟ انه ما عندوش انجازات يفتخر بها، والا اذا جا شيء خارجي، كي يجي شيء خارجي ياثر فيه، هذاك الوقت راح يقول انا جزائري. هذا الثمن يولي الجزائري يحوس على هويه
فرعيه يتفاوض بها. اللعبه المغربيه يعني والاقبال على اللباس المغربي راه هو الاول. خادمينه في المغرب بالسقل حر والقماش تاعو يعني جد رفيع. كيما هذا في صاله قفطان، هذا معروف في القفطان المغربي، هذا ادق التفاصيل كذلك باليد. عندك هنايا الجلابه، هذه الجلابه في المغربي. عندنا تانيك هذه القندوره قفطان المغربيه. حتى الرزه المروكيه عندنا هنايا. احنا قرينا بالفرنسيه. انتم ما تعلمتوا اللغه العربيه؟ تعلمنا اللغه العربيه، ليس بالكفايه. احنا كي نقراو القران نقراوه عليه. نقراو القران، احنا نقراو القران كي نقراوه ما حفظوه حفظناه صغار ونقراوه هكذا. نبدا ابري القران من القران ما نعرفوش نقراو العربيه. يعني يقول انه بعد القران ما نعرف نتكلم اللغه العربيه الا القران فقط. لكن معظم الجزائريين اللي مثلي انا اللي ما قراوش العربيه يقراو القران، محافظين القران، لكن بالمعاني تاعو غامقين، صعب علينا لان ما قلناش العربيه جيدا، لانه حياتكم كلها كانت مخلطه، مزيج بين اللغه الجزائريه الفرنسيه العثمانيه، مخلطه بالقبائليه مخلطه. احنا نهضر معاك ما كاين ناس مثقفين في التلفزيون كي يجوا يحضروا يديروا كما نقولوا مائده مستديره زعما يحضروا الغلطات كاع، الغلطات كاع يجوا من عندهم. هو يحكي معك باللغه العربيه ومن بعد يقلبها لك فرنسي. فرنسا مخلطه اللغات علينا، الدرجه هذه مزيج تخلطت علينا اللغات. هادو جزائريين من عندكم باش ما تقولوش كنتامروا عليكم، فهذا واقع كنشوفوه وكنعيشوه معاهم. هذا العداء سببه فقدان الهويه والتاريخ. لماذا خلقوا الجزائر؟ لماذا؟ لكي تبقى هذه الأمة مشلولة، غير قادر على توحيد الماء، غير قادر على توحيد الغذاء، غير قادر على توحيد اليد العاملة، غير قادر على توحيد حتى أفكارها. الجزائر هذه مدينة الجزائر فقط. من الذي عمل هذا الشكل وسماها الجزائر؟ الاستعمار، وقال لهم اعملوا جوازات سفر، اعملوا حدود وتقاتلوا علشان الحدود، امنعوا الجزائر ان يمشي للمغرب. للأمانة هذا السيد قال شي حوايج واقعيين، الله يرحمه في هذا النهار. نعم، الجزائر خلقت للفتنة وتقسيم المنطقة. فرنسا خلت ميكروب في شمال إفريقيا ولداته ما رباتش، بدليل أن كل دول الجوار عندها مشاكل مع الجزائر، حيث هذا النظام المصطنع من طرف فرنسا عرقل تطور ونمو المنطقة بأكملها منذ ولادة هذا الكيان إلى يومنا هذا. عندها حتى علاقة زوينة مع أي دولة من جيرانها يشهد بها التاريخ. هذا الشيء كيشهدوا به هما بنفسهم باللي ميكروبات. نشوفوا هذا البوق ديالهم اش كيقول. علاقتنا قويه مليحه، حقنا مع مرانا ملاح. فرنسا ماناش ملاح، اسبانيا ماناش ملاح، الصين قالوا لنا طز فيكم وسمحوا فينا في البريكس، بالبريكس سمحوا فينا. روسيا سمحت فينا. شكون اللي بقات لنا احنا الدول اللي راهي الان صديقه معنا مليحه؟ وشكون؟ نص السودان، نص ليبيا، ونص مالي، هذو متفاهمه، وربع بريطانيا، حتى موريتانيا ربع بريطانيا. هذه هم الدول الحليفه الاستراتيجيه للجزائر. الدول الحليفة الاستراتيجية للجزائر في 2024 هي نص السودان، نص ليبيا، ونص مالي. هذو هم الدول اللي رانا معاهم ملاح، الاخرين كاع مواخذينها معاهم، الاخرين كاع رانا مخنزينها معاهم. واكثر من هذا تلقاهم يتقعروا احنا دولة اقليمية استراتيجية. تطاختك هي قود بعيد، قال له دولة اقليمية، حطوا رجليكم في الماء، ريتي البغلة تاعك، حطوا رجليكم في الماء وسقموا روحكم. هذا هو الواقع يا جزائري، ولكن صعيب الحال، فاقد الهوية صعيب يفهم، والاحساس بالنقص كيخلي اي جزائري كيتخيل باللي كل شيء حقرهم وكل شيء كيتأمر عليهم. وهذا الشيء شفناه مؤخرا في مشكل قميص نهضة بركان. دخلوا راسهم في مشكل وما قادرينش عليه، ولكن ما كيستافدوش من الدروس حيت اغبياء بالنظام ديالهم وبالاعلام ديالهم. احنا جزائريين مولفين بالهبال هذا وعايشين في الهبال هذا، كاننا يعني في دار المخلين عقليا، انا زيل دفو. احنا نفتخروا بوالو. هذا الشعب مهبول، هذا الشعب يعني راهو يشوف الماضي، ما عندوش مستقبل، ما عندوش صور حول المستقبل يعطيها لنا نشوفوها، او حول الحاضر. اعمال القاده راهم يدخلونا لفرنسا فانون، لوبيتال فرنسا فانون تاع المهابل. حبوا يجعلوا منا امه تشوف الواقع، تشعر بالواقع، بصح واش تشوف التلفزيون العكس.
يقول لك لا راك مليح، الدوله تاعك ما كاش احسن منها. خصهم سبيطار الحماق. اش استفدوا من هذا المشكل الاخير ديال بركان؟ والو، خرجوا زيرو، تمرميقه مورا تمرميقه، والمغرب ديما رابح. المشكل ديال بركان المغرب ها شنو ربح؟ بلسان جزائري من الابواق ديالهم. اهم المكاسب اللي حققناها من وراء ما حدث هو انه الناس الذين كانوا لا يعرفون قضيه الصحراء المغربيه اصبحوا يعرفونها من اشقاء عرب، ولكن بعد ذلك بدأوا يتساءلوا يعني ما هي القضية وما هي القصة، فلما عرفوا القصة تعاطفوا أكثر مع القضية المغربية. الشيء الثاني اللي كسبناه من خلال ما جرى هو أنه الكثير من الشباب الجزائري الآن أصبح يعرف قضية الصحراء المغربية وتعاطفوا أكثر من ذلك. يعني الآن ما ولاتش القضية عند الشباب تاعنا مجرد مباراة. بقيتوا تابعين المغرب بغاو تبقاو ديما اللور، المغرب الدق والسكات. نهاية 24 عندكم الريفريجاتور ميد ان الجيريا. عندنا قطاع صناعة الطيارات اللي هو لا بأس به، اللي هو والمغرب قادر على تصنيع أي قطعة في الطائرة. واخر مصنع اللي هو داشنتو بيصنع قطعة في المحرك اللي هي قطعة جد حساسة وتصنع في 5 دول في العالم فقط. عندنا خبرة قوية في صناعة الطيران. الآن الحلم اللي بنشتغل عليه هو أن نصنع طيارة كاملة اللي يكون لها إقلاع من المغرب للمرة الأولى، وهذا حيكون المستقبل إن شاء الله اللي بنشتغل عليه. فين احنا وفين نتوما؟ الله يرد بكم، هذا الشيء ما كان. مشاهدينا الكرام، إلى وصلتوا لنهاية الفيديو شكرا على المشاهدة، إلى فيديو جديد إن شاء الله.